برشلونة يعتزم الاعتماد على قانون يعود لعام 2015 ينص على أن العقوبات لا تصبح سارية إلا إن استنفذت كل سبل الاستئناف. يأتي ذلك بعد رفض لجنة الاستئناف الاتحاد الإسباني طعن برشلونة في عقوبة إيقاف النجم البرازيلي 3 مباريات، وكان بإمكان برشلونة تقديم طعن آخر أمام المحكمة الإدارية للرياضة قبل اجتماع أعضائها الجمعة، لكنه لم يفعل ذلك على أمل تعليق العقوبة مؤقتا في حال عدم حدوث اجتماع طارئ للمحكمة قبل قمة الكلاسيكو. أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الإسبانية رسميا رفض طعن إدارة برشلونة على قرار إيقاف البرازيلي نيمار لاعب الفريق ل3 مباريات في البطولة الإسبانية، ما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو. وتعرض نيمار للطرد قبل أسبوعين، وأقر الاتحاد الإسباني عقابه بسبب حديثه بالسخرية مع الحكم الرابع أثناء طرده من المباراة. وغاب نيمار عن مواجهة ريال سوسيداد الماضية، وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام المتصدر ريال مدريد الأحد المقبل، إضافة لغيابه عن لقاء أوساسونا يوم الأربعاء المقبل. نحن ننشر لك الخبر لحظة وقوعه ونحرص على المصداقية. اشترك في قناتنا لكي يصلك جديدنا.